انا مش قلت لك ان انا لو اتضايقت بعت القرود بتوعك هطلع دين ابوهم وهاجي اطلع ميتين اهلك هنا؟ يعني مش معقول كده، مش معقول. هل انت من نوعيه الرجاله اللي بتحب تتهزق؟ غاوي ان انت تتهزق؟ عيب حتى، عيب. ده انت كبير، كبير في السن مش في المقام. يعني انت راجل كبير سنا، عجوز خلاص. عيب لما تتهزق كل يوم وامسح بيك الارض. ده كيف يعني؟ بتتكيف؟ مش معقول كده. خلي قرودك يلزموا شجرتهم. مفيش فايدة، مفيش فايدة يا سيسي، مفيش فايدة. جيم اوفر، جيم اوفر، انتهى خلاص. انا اهو موجودة، وكل يوم هطلع وهمسح بكرامتك وكرامة العيلة الارض كل يوم. لانه هي مش هتتحملنا احنا الاتنين، يا انا يا انت، لكن احنا الاتنين مش هنتواجد ابدا، يا انا يا انت. ومصر حاميها ملوكها دول اصحاب البلد من آلاف السنين، من زمان، من 7000 سنة ويمكن اكتر كمان. فهتروح فين يا صعلوك وسط الملوك؟ ما فيش. وامن وامان مؤسستين عندنا والحمد لله. ربنا يديمهم علينا نعمة من عنده، نعمة كبيرة. الجيش، الكعب العالي على رقبة دين ام جماعتك كلها، والشرطة السوري الجارحة، دول اللي مأمنيننا. وهو برضه سؤال بسيط جدا من ضمن اسئلتي اللي انا بسألها لك، من ضمن لقاءاتك العجيبة الغريبة، طلع تقول ان الجيش بيعمل اقتصاد موازي. انا عايزه اعرف، هو الجيش عمل لك حاجه وانت صغير؟ يعني كانوا بيعذبوك وانت صغير فعندك عقده نفسيه منهم؟ عرفنا. مش الجيش ده برضه اللي نظفك وفضلوا عليك؟ يعني انت ليه حاطه فوق دماغك وزاعق؟ يعني بيعمل اقتصاد موازي، يعمل ولا انت بس اللي فالح تعمل وصول رئاسية واعمل؟ يعمل على الأقل. لو عمل هو حقه، حمينا وليه دور وفضل وكل حاجة ليه ترجع له. انت بقى عملت لنا ايه؟ انت كان قدم رجل امك النكسة علينا، فقرتنا، ما شفناش معاك الا الفقر والذل والهيبة. ليه؟ لان الهيبة انت اصلا فاقدها، فهتديها لنا احنا ازاي؟ فاقد الشيء لا يعطيه. فبما انك انت فاقد الهيبة مش هينفع تديها للشعب المصري. انت بقى قدمك النجس علينا جاب لنا الفقر، جاب لنا المرض، جاب للشعب بقى كئيب، محطوط في خلاط الشعب من ساعة ما يصحى لحد ما ينام، يدور هيجيب منين ويعمل منين. ب6000 جنيه ياكلوا ويشربوا. ده اقل بيت لو فكر يعمل اكل ارداحي هي بلغة الشعب المصري ما فيهوش اي حاجة خالص، هيدفعوا 300 جنيه في اليوم. 300 جنيه في اليوم. ده ولا فطر ولا اتغدى ولا اشترى لبس ولا عمل اي حاجه، ده يا دوبك وجبه واحده هو هيصومها، هي وجبه يا عشاء يا غدا بس. والكم فرد؟ مرتبات بقى الوزراء عند حضرتك كام؟ بياخدوا كام؟ وبيصرفوا كام؟ ده غير طبعا السمسره من بيع الاراضي وغيره، والشاليهات والفلل. هي مش عزبه، مصر مش عزبه، مصر ليها اصحاب، مصر مش سايبه. كل من هب ودب يجي يسرق ويمشي. ما ينفعش. وزي ما قلت لك، انا لو منك بعد اللي بيحصل فيا ده اطلع. انت قلتها عملت 7 رجاله في بعض، وطلعت قلت ايه؟ انا تقولوا لي
تعملوا لي هاشتاج وتقولي لي ارحل يا سيسي. ده الشعب كله كان يدين امك اصلا. الشعب كله بكل فئاته، الشعب بكل فئاته مش طايقك. ليه؟ لان انت كذاب، مسيلمك كذاب، وده من الاساس. ليه؟ الاساس ملعوب فيه اصلا، الاساس ملعوب فيه، مش سليم، ما مش مظبوط. فهيطلع النتيجة اللي احنا بنشوفها دي علينا، اللي احنا شايفينها علينا. يعني مش عارفة اقولك ايه. لو عندك دم وشوية من حاجة اسمها احمر، سيب مصر، سيبها. مش ليك انت، ليك جماعتك، اشكالك الزبالة، انتوا قطعية واحدة، زبالة زي بعض. اقعد معاهم، يعني اعملوا انتوا كده مجموعة مع نفسيكم، بس مالكوش دعوة بمصر. انضم مع بن خريان اللي بيثني على الهوا، انضموا مع بعض كلكم، انتوا جماعة كده مع بعض، هي شكل واحد كلكم كده. اقعدوا مع بعضيكم باشكالكم، بنسوانكم العرر، باشكالكم الزبالة كده. اعملوا لكم كده مكان مخصص ليكم واقعدوا فيه. لكن مصر لا، مصر مش للجماعة، مصر مش للجماعة ولا هتكون للجماعة. ده بعيد عن شنبك، ده انت ما عندكش شنب اصلا، بعيد عن دماغك. مصر عمرها ما هتكون للجماعة، مصر للمصريين، مصر للمصريين. لكن الجماعة الصفراء لا، مش هتكمل. وانت وعدك يعني المنهج ان انت تستمر وتقعد، ان انت تقضي على الشعب المصري بالبطيء، الموت بالبطيء. وانت محترف ابن حرام مصفي في الموضوع ده، وانت ابن حرام مصفي في الموضوع ده، خبرة. وانا هقول لك كلمتين، انت تعمل ايه؟ تتشتم اكتر فتشتغل اكتر. كل ما تتشتم تحاول بقى ان انت تشتغل اكتر، لازم. ده كلامك، تتمسح بيك الارض وتشتغل اكتر، مفيش حل تاني. كل ما تتهزق ويطلع دين امك تشتغل اكتر، مفيش حل تاني الا كده. مش ده كلامك؟ طبقه على نفسك. ولا انت بتقولي الكلام لينا احنا وانت خارج الحسبة؟ لا، بس انت ما عندكش بقى تشتغل، انت هتتهزق بس، لان انت مالكش شغلانة خلاص. فانت هتطلع تتهزق بس، يتمسح بكرامة الارض بس. فخلي شوية من حاجة اسمها احمر، سمعت عنه؟ الدم، سمعت عنه؟ خلي بقى شوية عندك من الدم، وسيب مصر بكرامة. على الأقل الشعب كفاية هيكتفي إنه يتف عليك بس وأنت ماشي، مش هيعمل حاجة تانية. خلي عندك دم وارحل، مصر كبيرة عليك. وأنا أهو تاني بقولها لك، أنا قاعدة في مكاني مستنية، قادر اعمل.